لا أريد الخوض في كل الأبعاد لتعاوننا الثنائي لأنها عديدة ولأن إنجازاتها سخية، لكن التقييم والتقييم الشامل هو أن العلاقات بين ألمانيا والجزائر بخير وبألف خير. فيما يخص الملفات السياسية الجهوية تكلمنا كثيرا على الوضع الأمني في الساحل وفي مالي، وأود الاعتراف أمام الجميع هنا أن ألمانيا تكاد أن تكون جزءا من منطقتنا، لأنها معنية بكل الملفات والأزمات الموجودة في منطقتنا. تكلمت السيدة الوزيرة عن دور ألمانيا في ما يخص السودان، وأنتم موجودون كذلك في الملف الليبي، موجودون كذلك وبقوة في ما يخص الوضع الأمني في النيجر. رئيس سابق لألمانيا شغل منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فيما يخص الصحراء الغربية، وأنتم جزء فعال وفاعل في الوساطة الدولية في مالي، وأنتم كذلك جزء في الجدار الذي حاولنا ونحاول أن نبنيه لردع الإرهاب في منطقتنا. فبكل هذا التواجد الكثيف قلت أن ألمانيا تستحق أن تكون دولة عضوة في الساحل وفي المغرب العربي نظرا لما تقوم به من إسهامات في مجال التعاون والأمن والاستقرار في منطقتنا. تكلمنا على الأوضاع في مالي وحرصنا على مواصلة الإسهام في تطبيق اتفاقيات الجزائر. تكلمنا كذلك على الوضع الأمني في الساحل.